صباح الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد وفيديو منوع وفيديو تقريبا يوم كامل خلصته وياكم بتفاصيله. طبعا هذا اليوم هو آخر يوم سنة 2022 وراح نستقبل إحنا وياكم سنة جديدة هي سنة 2023. إن شاء الله يا رب تكون سنة خير وسعادة على الجميع وتحققون بها كل الإنجازات اللي ما قدرتوا تحققوها بسنة 2022، وأهم شي تكون سنة أمن وأمان على الجميع. بلشت وياكم حبايب سويت وياكم ريوقنا، لأنه راح أكمل اليوم وياكم من الصبح لليل وشلون راح نجهز للاستقبال السنة الجديدة. كملنا ريوقنا مثل ما شفتوا وياكم، وبلشت بالصالة. طبعا هاي الصالة عادي بالنسبة لأم الأطفال صالتها يعني هذا الشي بسيط اللي شفتوه، الهوسة والألعاب عادي كلش عادي يعني. ويمكن باليوم 3 مرات 4 5 احنا نلم الألعاب ونرجعهن ويرجعون يهوسون عادي مو مشكلة، المهم يتونسون لأنه خطية أطفال وبالبيت لو بالجو بارد همينة ما نقدر نطلع وشي، فخليهم يتونسون بالبيت. المهم نظفت الصالة تنظيفة زينة وشلت كل الغطوات اللي على التخم والكوشات، وأنا ذني غسلتهن الغطوات وراح أبدي أنظفها تنظيفة زينة. طبعا أحب أقول لكم بنهاية هذه السنة إنه أتمنى من كل قلبي الشفاء لكل مريض، والفرحة والسعادة لكل مهموم، والنجاح لكل طالب، وكل شي تتمنوا يا رب يتحقق لكم بهذه السنة. كل شي ما حققتوا بيج السنة اللي راحت إن شاء الله يا رب تحققوا بهذه السنة، وتكون سنة تفاؤل وخير عليكم على الجميع يا رب. فقلت خلي أنظف الصالة وأكملها قبل لا أفوت للمطبخ وأسوي لهم الغداء. طبعا هنا أنا إذا أقعد متأخرة أحس اليوم علي كله طاير، فأظل أشتغل ركض حتى أكمل شغلي بين أطفالي وبين الغداء والملابس وهواي تفاصيل. المهم هنا أنا هاي الصالة كملتها. طبعا استخدمت المكناس العادية لأنه كانت ماكو وطني، فهذه استخدمتها وهمين للسرعة هواية أسرع هذه من ذيك. كملت الصالة تنظيفها ورجعت كل شي بمكانه، وبعدين دخلت للمطبخ حتى أسوي الغداء. حبايب قلبي اللي ما يعرفني لحد الآن، أنا أم كرار من كربلاء وهذه قناتي. أتمنى تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس إذا ما مشتركين وما مفعلين الجرس. فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد مني. العفو إذا كنتوا حابين محتواي، وإذا عندكم أفكار أو عندكم أي أسئلة عادي تطرحوا لي إياها بالتعليقات وأني أجاوبها بالفيديو القادم. وهمين لا تنسون تابعوني على حسابي بالإنستغرام، أنشر بيومياتي، وعلى التيك توك والكواي هناك أنشر وصفات سريعة وأنشر يومياتي. فإذا يعجبكم وتحبون أتمنى تشتركون بحسابي موجود بالوصف. ولهنا أنا كملت الصالة على الآخر، وهسه راح أنتقل للغداء. بالنسبة للغداء أنا بما أنه تأخرت يعني بالتنظيف شوية وراح الوقت علي، فأني على طول أتبل أجنحة بالثلاجة، أتبل أجنحة وأتبل تكة دجاج على طول يعني، وأخليهم وقت الحاجة. فهنا أنا راح أسوي أجنحة بالخضار. هنا أنا قطعت البتيتة والبصل والجزر والثوم وخليتهم هيجي على ورق الزبدة بهذا التبسي، وبعدين راح أصفط عليهم الأجنحة المتبلة، وبعدين راح أضيف عليهم التتبيلة. هذا يكون غدانا لليوم. طبعا هواية أوفر لي يعني من أتبل وأخلي بالثلاجة، أبد ما أحير مثلا في اليوم مريضة أو مستعجلة أو فشي بسرعة أطلعهن أخليهم بالفرن وكمل الغداء. يعني ما أظل حايرة ولازم أحمس ولازم أسوي غدا تمن أو مرقة أو فشي، فهذا بالسرعة. وأكيد يعني هذا حتى الموظفات يفيدهم والكل، يعني حتى مو موظفات يعني أنا قاعدة بالبيت بس يعني هواية أرتاح لأنه عندي أطفال، فللسرعة أسوي كل شيء على طول يعني. هنا أنا هاي التتبيلة مالتهم ضفتها عليهم، وراح أسلفنهم بورق السيليفون وأخليهم بالفرن لحد ما يستوون.
هنا كمل غدانا حبايبي. وهذا الشكل النهائي كان للأجنحة بالخضار. قدمت وياها سلطة السلطة، يعني الخيار والطماطة والشوندر والطرش الأحمر والخبز، ويا رب يسهلنا ويسهلكم ألف عافية إن شاء الله. وبعد ما كملنا الغداء وغسلنا مواعين الغداء ونظفنا المطبخ، هسه راح نبدي نجهز شغلات بسيطة لليل، يعني بما انه سنة جديدة فنريد يعني نفرح الأطفال ونسوي لهم هيك في الجمعة بسيطة. يعني المهم راح أسوي هنا حلا الترايفل، لأنه هو الحلا المفضل إلي وللأطفال. فراح أسوي بالبداية الكاستر، عادي هو حليب وكاستر، بس أني أضيف عليهم دائما خاشوقة من هذه، شوفوها خاشوقة من الكريمة، كريمة الخفق أو الكريمة مال الكيك، كلش تعطيها طعم طيب. وعادي إذا تردون تضيفون نكهة، بس هي الكريمة مثابة إنه انتم مخلين نكهة مثلا للكاستر. وعادي راح أكمله وأخليه. وأنا عندي مخلية بالبايركس. شنو عندكم انتم؟ بسكيت، عندكم كيك باقي من غير مرة، عندكم كعك بمثلا مكسرات، أنا عندي كعك بالمكسرات، راح أكسره وأخليه بقاع البايركس حتى أضيف عليه الكاستر. هذا شوفوا حبايبي انتم تشوفون هيجي سويته بهذا البايركس. وهذه الكمية اللي راح تصير عندي، خليت وياه بعد طاستين لأنه أطفال يحبوه، فعاد أطهم وياه بغير مرة. هاي الكمية اللي حصلتها من هذا من كوب المي الواحد. هسه هنا أنا راح أسوي الجيلي. الجيلي عادي المي لحد ما يقوم يغلي، أضيف عليه الظرف مال الجيلي ويستوي. وها هي، هو يعني ما يراد له شي، مجرد ما يغلي يعني صار جاهز. وراح أضيفه على الكاستر اللي سويناه، ويكون هذا الحلى البسيط خلاص ويكون جاهز. طبعا هنا أنا سويت هذه الفاكهة، التفاح والبرتقال والفراولة، وراح أخليهم حتى يصير كأنه ما مثل كيكة الجلي أو الفاكهة بالجلي اللي أنا أسويها. بالعادة أنا أسوي بس جلي وفاكهة لأن هم يحبوا الأطفال، بس هنا أنا سويت جوال كاستر. وراح أضيف عليهم الجلي هسه. وهذا هنا كمل الحلا مالتنا، حلا سريع وبسيط وكلش طيب، والأطفال أهم شي يحبوه. وسهمكم العافية يا رب. وهذا الحلا مالتنا كمل وصار جاهز، وراح أتركه يبرد ويصك الجلي عليه. وهسه آخر مرحلة وصلنا للعشاء. طبعا بما إنه ورانا كيك فراح أسوي عشاء سريع وخفيف. راح أسوي الكبدة، كبدة الدجاج كلش طيبة ومفيدة، وأهم شي سووها بطريقة صحيحة. أنا هنا لازم بالبداية أسلقها بورق الغار حتى كل المواد اللي بيها اللي ما مرغوب بيها يعني تروح، وأغسلها غسل زين. وهنا أنا راح أجي أحمس البصل وأخلي عليه 7 بهار شوية، وبعدين أضيف الكبدة بعد ما قطعتها، غسلتها زين وقطعتها ومسلوقة هم، لا تنسون قلت لكم فورتها يعني لحد ما تستوي. راح أضيف عليها هنا شوية 7 بهارات، وبعدين راح أضيف عليها الطماطة والملح، وأهم شي أضيف عليها نومي بصرة مطحونة، وأتركها تستوي على نار هادئة وأقبقها لحد ما تستوي. يلا أقدمها وياكم. عشاء سريع وبسيط ومفيد، لأنه كبدة الدجاج كلش بيها فوائد. وسويت طبعا هذا العشاء السريع ليش؟ لأنه قلت لكم عندنا بالليل كيك وشغلات اللي راح أقدمها وياكم شوية بعد، فلهالسبب ردنا عشاء خفيف. وسويت وياه شوربة الشوفان لأنه الأطفال شوية مريضين، وقدمته بهذا الشكل. ويا رب يسهمنا ويسهمكم ألف عافية، وإن شاء الله يكون الشكل والطريقة عجبتكم. وتقدرون تستغنون عن الطماطة، همين يصير بعد أطيب، بس تحمسون البصل والكبدة همين كلش طيب، والبهارات والملح همين يصير كلش طيب. وهذا اللي بقى من العشاء همين خليته وياه.
وهنا وصلنا هسه لفقرة الكيك. طبعا صارت الساعة ب8:30 تقريبا بالليل وأنا ما مسوية الكيك، فاجتني هسه طلبية المسواق اللي طلبتها. أول مرة راح أسوي هذا الكيك الجاهز. أنا كل مرة أوصي كيك من مرة، بس هسه هالمرة قلت لا أنا أريد أسويها يعني بهذا الخليط الجاهز. فهذا المسواق اللي احتاجيته، كيك الجاهز، وهمين شغلات يعني للريوق. وهنا عندي نكهات، اشتريت نكهات 2 واشتريت ألوان طعام 2. هذا اللي أحب أضيفه أنا على الفاكهة لما أقطعها بالليل. وهاي النعنميات، عصاير وكرزات ونسات للأطفال، وهمينا لليل يعني. وهذا جبن للريوق، هاي نوعية الجبن كلش طيبة. هسه راح أحضر وياكم هذه الكيكة. طبعا بنات هذه الكيكة سعرها 4 إلا ربع، وأني أخذتها بالكاكاو. طبعا هي موجودة بيها المواد الجافة والمواد السائلة علينا. راح أضيف أنا مثل ما أسوي الكيكة العادية مالتي، أضيف لها بيضتين بحرارة الغرفة لازم، وأضيف عليها نص الكوب زيت، وأني أضيف كوب حليب، بس هم بما إنه بيها حليب فأنا ضفت فقط قلاص مي. هذا مقدار القلاص اللي ضفته. وهسه راح أضيف الخليط مال الكيك. طبعا بصراحة أنا مو مثل ما كنت يعني متوقعتها، يعني يمكن الكيك اللي أنا أسويها تكون متماسكة أحسن وأفضل، وأقدر أحشيها وأقدر أخلي عليها الكريمة، لأنه هاي هنا بصراحة بعد ما تماسكت وياي من استوت. بس يعني عادي نجرب. واستخدمت هذا القدر لأن أنا رديت هذا الحجم وهذا الارتفاع. توقعتها راح تنفش هواية، بس ما نفشت للأسف، ما أعرف يعني وين الخلل. المهم أنا حميت الفرن قبل وقت، وهسه راح أضيف الكيكة بالفرن، أخليها حد ما تستوي. على ما تستوي أنا راح أجي أسوي الكريمة. الكريمة عندي هنا قلاص حليب بارد، أهم شي يكون بارد، وراح أضيف عليه تقريب 6 ملاعق من الكريمة. أنا أستخدم كريمة بيزون، هذه اللي تجي كيلوات، وأني مخليتها بهذه العلبة يعني حتى للسهولة. وراح أضيف تقريب 6 ملاعق من الكريمة، وأظل أخفق بها لحد ما تدخن عندي. طبعا هي أكيد راح تخلوها بالثلاجة حتى تجمد، بس هي لازم أول ما تطلعوه هي أصلا ثخينة صايرة، يعني حتى تتأكدون إنه ما راح تخرب عندكم. وهيك صار عندي شكل الكريمة من قبل لا أخليها بالثلاجة، يعني هاي بس مجرد ما طلعتها من الخلاطة راح أقسمها قسمين، وراح أضيف عليها ملون الطعام اللون الوردي، يعني حتى نزين الكيكة هيك تزيين بسيط وسريع. قلت لكم لأنه تأخرت أنا بالكيكة تقريبا، هنا صار الساعة 10 بالليل، وأنا قمت سويتها للكيكة لأنه الطلبية تأخرت علي. المهم راح أقسمها قسمين، وألون هذه الكمية من الكريمة بهذا اللون، وأخليهم بالثلاجة على ما تستوي الكيكة، وبعدين أطلعها وأبردها وأزينها. وهنا أنا آخر شي طبعا طلعت الكيكة وزينتها، بردت وزينتها شوية تزيين بسيط، حشيتها من الوسط بالمكسرات والكريمة والموز، ورجع زينتها من فوق تزيين بسيط، وخليتها بالثلاجة. وهنا صار تقريبا الساعة 11، وجيت أحضر الميز. يعني نسوي هيك أجواء للأطفال خطية، لأنه ما قدرنا نطلع ويسمعون أصوات الشعالات النارية برا، فردنا هيك نسوي لهم لمة. طبعا هو لا احتفال ولا أبد، مجرد إحنا بيناتنا بدنا ناكل الكيك وعادي يعني ما إحنا ما محتفلين، لأنه هذا العيد مو عيدنا، بس مجرد إنه سنة جديدة طبت علينا، فراح نحتفل بها إحنا، يعني أنا وأطفالي بكيكة وهيك شغلات يعني، بس مو احتفالنا وعيدنا، لأنه هذا مو عيدنا. يعني أنتم تعرفون عيد إخواننا المسيح، وكل عام وكل سنة هم بألف خير يا رب. ولهنا أنا حبايب قلبي يكون الفيديو انتهى. أتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وأتمنى ما تضيعون تعبي وتنطوني اللايك والاشتراك إذا ما مشتركين، وتفعلون زر الجرس. وأترككم في حفظ الله ورعايته، ومع ألف سلامة.